غالبا العفريت كانت حباني فما حصليش مشكله. فعلا الواحد لما بيبقى مندمج في الشخصيه في حاجات كده بتطلع غير اراديه. دي ما كانتش احلام، دي كوابيس فظيعه. ايه ده فظيع. انا مالي، انت بتدخليني في مشاكل مش بتاعتي، انا مالي. لا 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 لا، كفايه اللي احنا فيه، احنا خلينا كده مع نفسنا. رانيا، برحب بيكي معايا في منطقك، والف مبروك على تكريمك النهارده من مهرجان الفضاء. اشكرك يا مرايا، وانا سعيده اكيد طبعا، ومش اول مره اتواجد في مهرجان الفضائيات، لاني قبل كده جيت خدت جوائز عن ادوار، فانا بشكرهم جدا جدا. مداح الجزء الثالث وحققتي نجاح ووقعتي قلوبنا وخوفتينا كلنا، ايه اللي عملتيه ده في خالص ما كانتش احلام، دي كوابيس فظيعه. ايه ده فظيع. طب والله انا لما قعدت اتفرجت في بعض المشاهد على نظرة العين قلت انا دي ازاي، يعني عارفة اللي هو سبحان الله. فعلا الواحد لما بيبقى مندمج في الشخصية في حاجات كده بتطلع غير ارادية. ليلي، هل فعلا كان بيحصل لكم اي عكوسات وقت الكواليس؟ ما حصليش الحمد لله، غالبا العفريت كانت حباني فما حصليش مشكلة. بس مدام لوسي قالت ان هي تعرضت لعكوسات وحصل. الجن بقى، دي كبرت الجن، انا كنت انس. ناويه اشوفك في الجزء الرابع ولا بتحضري لحاجه تانية في 2024؟ لسه، يعني لسه تحضير لحاجة تانية لسه، لكن الجزء الرابع برضو ما اعرفش، اصل ده يرجع للمؤلف والانتاج وكده، فانا لسه ما اعرفش انا متواجدة فيه ولا لا. شفتي نجاح سفاح الجيزه ازاي وكنتي متوقعه او اتفرجتي عليه؟ للاسف لا، عشان انا خوافة. يعني انا كنت شفت قصته كده واتضايقت، جابت لي كتاب. انا من النوع اللي بتاثر يعني بالقتل والدم والحاجات دي، بس هو طبعا نجح لانه قصه واقعيه يعني. الهجوم اللي حصل على داليا شوقي، هل كان صح الهجوم اللي حصل عليها؟ انا مالي، انت بتدخليني في مشاكل مش بتاعتي، انا مالي. انت كفنانه ودي فنانه، وده عمل فني اتعرض وحصل عليها. والله ما تابعت، والله ما بتابع. بصي، انا بالنسبه لي الانترنت اني اتعامل لو عايزه اعمل سيرش على حاجه او بتاع، واشوف حاجات على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، لكن ما بجريش ورا حاجه، ما عنديش الكيوريوزيتي اني اجري واشوف في ايه ومين حصل ومين اتخانق لا 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 لا، كفايه اللي احنا فيه، احنا خلينا كده مع نفسنا. ميرسي لك يا رانيا. حبيبتي اشكرك.